ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا. النهارده بقى بناء على طلبكم الجزء الثاني من مارينا 3 الساحل الشمالي. هقول لكم بالتفصيل على كل حاجه في الفيديو ده. دي المنطقه اللي احنا مصورناهاش، المنطقه الجزء الثاني، المنطقه اللي احنا مصورناهاش مكان اليخت اللي بنركب منه بنروح على الشاطئ اللي احنا كنا فيه. عشان خاطر تروح الشاطئ لازم تركبي يخت عشان توصلي للشاطئ ده، المكان اللي احنا كنا بنركب منه. يا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه، كلمه اشتراك اضغطي عليها، ويا ريت اللايك. اللايك يا جماعه اللي بيرفع الفيديو، فما تبخليش عليا باللايك، اتمنى ان انت تعملي لايك. ده بقى اليخت اللي احنا بنركب فيه، وبنعدي بس الممر الناحية التانية علشان خاطر نروح الشط. عايزة اقول لكم بقى الشط ميته تحفة وهدوء وراحة نفسية رهيبة، مكان نظيف جدا جدا. هو المكان اللي احنا كنا فيه عشان نروح الشط لازم نركب اليخت. هنروح دلوقتي باليخت ده، بيبقى يخت مخصص بالذات القرية اللي احنا فيها، مش اي يخت نركب فيه، لا. وكان ببلاش، يعني كان مجانا كده اللي عندهم شاليهات او عندهم مكان جوه، فكانوا بيركبوا اليخت ده ببلاش. عايزه اوريكم منظر الميه ومنظر، عايزه اقول لكم بقى مكان رائع جدا. وكمان اقول لكم على الاسعار عشان التفاصيل بالظبط، لاني رقم التليفون بتاعت الشركه كان موجود على الموبايل، والموبايل اتعمل له سوفت، فصراحه اتمسح من عليه كل الارقام. عايزه اقول لكم الاسعار بتبدا من 1500 وانت طالعه. كان في سعره في العيد كان 3000 و4000 الليله في الشاليه. بس حاليا دلوقتي في الشهر اللي احنا فيه ده بعد فتره العيد هتلاقي الايجار ب2000 ونص في الليله. قبل العيد كان الايجار ب1000 وب1000 ونص شاليهات. الناس اللي بتسألتنا على التفاصيل السعر كام بالظبط والرقم التليفون، بصراحة يا جماعة كان معايا وبأمانة ضاع. دي التفاصيل الشاليه اللي احنا كنا فيه. وكمان كنت مصوره الشاليه، والشاليه بصراحه برضو لما الموبايل اتعمل له سوفت فاتمسح من عليه التصوير الشاليه نفسه. ده بقى البلاش، شايفين البلاش جميل ازاي؟ بجد يعني تحفه، يعني حاجه كده في منتهى الجمال، حاجه فوق الرائع. هدوء وخضره وجمال على الشط فظيع، كله ده على الشط. المنظر اللي انتوا شايفينه ده كله ده على الشط. كمان في اغاني، بس انا كنت عامله الموبايل كده صامت للصوت عشان من الصوت، عشان حقوق طبعا النشر، طبعا استحاله ان انا ادخل اغنيه او صوت في الموبايل. دي سماعات اغاني. وكمان بلاج رهيب وهدوء فظيع. وكمان عاملين قعدات عرب كده للناس اللي حابه تشرب شاي او قهوه او اي مشروبات او اي مأكولات تاكل في المكان ده. مش ممنوع عن الشط اي اكل، اي اكلات ممنوع ان احنا ناخد معانا اي اكل. الاكل موجود في كافيه زي كده، موجود فيه اكل ومشويات وكل حاجه. شايفين المنظر؟ بجد يا جماعه حاجه كده تحفه. ده المدخل وانت داخله على الشط. التصوير جه كده في الاول، يعني انا صورت كده الدخله دي الاول، وبعد كده الخضره بقى والنجيله كده والمنظر اللي انتوا شفتوه ده كله ده على شط البحر. شايفين الجمال ده كله؟ حاجه كده يعني فوق الرائع، بجمال رهيب وهدوء فظيع ونظافه فظيعه جدا. يعني عايزه اقول لكم الساحل الشمالي بجد مكان مناسب جدا لاي حد عايز يتفسح في هدوء وجمال، وحاجه كده في منتهى الجمال. بجد راحه نفسيه جميله جدا ونظافه ورهيبه، يعني ما تفرقش عن المصايف اللي بتبقى القريه اللي بتبقى في الغردقه وكمان في شرم الشيخ. دي كمان الممشى بالليل، المكان اللي بصوره ده ممشى بالليل. التصوير جه معايا كده بالطول كده مش بالعرض، لان انا مسكت الموبايل بالطول. طبعا القرية اللي احنا كنا فيها يا جماعة يعني ناس كتيرة جدا جدا من الأجانب، وفوق من الأجانب وفوق من السوريين واللبنانيين ومن جميع أنحاء العالم. بأمانة كان يعني قرية جميلة جدا، وناس يعني حاجة كده ناس راقية جدا، وناس على مستوى كده حاجة يعني بجد برق وذوق، ومكان نضيف جدا. وده الفندق، ده كان الفندق اللي جوه القرية نفسها. ودي الممشى اللي كانت بره الشاليهات دي كلها ممشى كده للتهوية والتمشية بالليل. عايزة اقول لكم كله ده الممشى. يعني في ممشى فيها كمان كافيهات وحفلات بالليل، وفيها كل حاجة. وكمان ممكن تركبي اليخت ده بالليل وتروحي الناحية التانية، تاخدي بقى مشروباتك ومشويات وكل حاجة في الناحية التانية برضو باليخت، زي ما احنا رحنا كده بالنهار برضو بالليل. يعني اليخت ده من الساعة من 9 صباحا او من 10 صباحا لحد 11 بالليل كده. بتروحي باليخت كده ليليا عادي، تاخدي المشروبات اللي انت عايزاها على البلاش. دي الكافيهات اللي كانت موجودة كده على الممشى.
كان كافيهات على ايدي اليمين كده، والناحيه التانية بقى كازينوهات وحاجات من دي. وده الممشى ده اللي انتوا شايفينه ده، مكان بجد يعني يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه كده في منتهى الجمال. وكان في كارفور زي ما قلت بأسعار مناسبة جدا، بأسعار عادية جدا جدا، وكان فيها مأكولات ومشروبات وكل ما انتوا عايزينه موجود في كارفور، في القرية نفسها أو في المنتجع اللي احنا كنا فيه. فبجد كان في كمان ألعاب للأطفال وملاهي للأطفال وكافيهات وفي كازونات وفي كل حاجة، كل حاجة انتوا عايزينها بتبقى موجودة في المكان ده بجماعة. وكمان بتلاقوا كان في مكان للتاونتين، محل كبير طبعا تاونتين، وكان في سوبر ماركت كبير هناك غير كارفور كمان، وفي محلات لبس وفي كوافير وفي كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه برضو في القرية دي. بجد هتلاقي اي حاجة انت عايزاها هتلاقي. يكون الفيديو عجبكم واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى انتي متنسينيش في اللايك، وباي باي يا جماعة.